يا عم شعبان، عاوزة نص كيلو لحمة بسرعة يا عم شعبان، سامعني؟ يا واد يا سيف، عاوزة 25 شوكولاتاية والبيبسي العائلي وخمس اكياس الشيبسي الجامبو يا ولد العائلي. يا عم صبحي، عاوزة نص كيلو طماطم، كيلو بطاطا معاهم، اوعى تنسى. كل في نفس واحد، حاضر يا ست الكل، حاضر. يا سيف، اوعى تنسى الشوكولاتة يا سيف، دي اهم في حاجة في حياتي. تعالي كليني، والله ما عارف كل ده بيروح فين. دي واخدة نص المحل كله لوحدها، بيروح فين بس مش باين عليها خالص. سيف بتبرطم بتقول حاجة يا سيف؟ علي صوتك عشان مش سامعاك. لا ما بقولش حاجة يا ست الكل، ثواني والحاجة تكون عندك. ما تنساش الشيبسي والبيبسي ياض، وبسرعة ياض يا سيف. يوه، وانا حاضر والله العظيم فهمت، اقسم بالله فهمت. ابقى جمع الحاجة كلها بقى وطلعها لنا يا سيف بسرعة. سكر محلي محطوط على كريمة، كعبك محلي والعود عليه قيمة. رقصي يا بت، رقصي يا بت يا مكة، وتجيلي تلاقيني لسه بخيري، مش هتبقي لغيري، ايوه انا غيري مفيش. ايه ده ايه ده، ايه الخيانة بتاعتكوا دي؟ بترقصوا وبتغنوا وانا مش معاكوا يا اندال. وبدأت هديل تغني وترقص مع مكة وليان، وهما التلاتة صحاب. وفي مكان تاني، يا مقدم مالك، يا رائد أحمد، رائد زيد، انتوا عندكم دورات تدريبية في الكلية. ده اسم الكلية، ودي المنطقة اللي موجودة فيها الكلية. أنا عارف الكلية دي يا فندم، الكلية دي فيها مكة بنت عمي وليان أختي، وهما في كتيبة الهلاك المدمر، ولسه في سنة أولى كلية. ممكن بعد إذنك يا فندم تديني ملفات بتاعتهم، ملفات الكتيبة كلها عشان أعرف أتعامل معاهم؟ اه طبعا، اتفضل، دي الملفات بتاعت الكتيبة. طب هما ليه سموا الكتيبة باسم الهلاك المدمر؟ يعني ده اسم كبير بالنسبة لسنة أولى لسه كلية، ليه يعني سموه كده؟ لأن يا سيدي مثلث الشيطان قدر يثبت جدارته خلال شهرين بس من الكلية، ودول أقوى بقى من المراحل التانية بكتير. طب يا فندم ممكن أشوف الملفات بتاعت مثلث الشياطين دول واطلع عليهم؟ اللي هو طلع 3 ملفات من مكتبه، وادى كل واحد الملف بتاعه. مسك مالك ملف مكة وفتحه وقعد يطلع عليه ويقرا اللي مكتوب فيه. مكتوب فيه اسمها وعنوانها وسنها، وان هي القائد بتاع الكتيبة ولقبها الكبري. وزيد مسك ملف الليان وبرضه كان مكتوب فيه نفس البيانات، وكان مكتوب لقبها النسر. واحمد مسك ملف هديل وقراه كله، وكان لقبها صقر. كل واحد من الضباط كان مجمع خلاص المعلومات عن البنات، وكانوا بيشوفوا ازاي هيتعاملوا معاهم وازاي هيقدروا يدربوهم، لغاية ما اللواء قاطع تفكيرهم وقال لهم وبكل قوة: معاكم 3 أيام فقط. كل واحد فيكم قدر يسيطر على الكتيبة وتعرفتوا تدربوهم كويس قوي. أنا عاوز أشوف شغل عالي، فاهمني؟ برجع وأقول لكم خلال 3 أيام تكونوا مسكتوا الكتيبة دي. يلا، كل واحد على مكتبه، تقدروا تنصرفوا. قدموا التحية العسكرية وخرجوا من قدام اللواء بهدوء. ومالك قال لأحمد: أنا عاوزك تشوف لي مكان سكن قريب من الكتيبة دي، أنا عارف إن أنت ساكن قريب منهم، يا ريت يا أحمد بجد تخدمني في النقطة دي. وأحمد دور له على مكان بسرعة جدا لكن ملقاش. اضطر مالك إن هو يسكن في فندق قريب منهم لغاية ما الشقة تتوضب اللي هو لقاها. وتاني يوم الصبح: انت يا زفتة، اصحي بقى هنتأخر على الكلية. يا بت، يا بت روح، يا بت قومي ايه دي قتيلة دي ولا ايه؟ انا هعرف اصحيها ازاي؟ وخرجت مكة بره، جابت جردل المية وطلعت فوق السرير ورشت على وش ليان. ليان قامت مفزوعة من النوم ووقفت فوق السرير بتتنطط وتصرخ. ومكة وهدير كانوا ميتين على نفسهم الضحك: غريق، غريق، بغرق، الحقوني يا ناس، بغرق بغرق، الحقوني. يا بت فوقي بقى، فوقي يخرب بيتك، قومي يلا الحقي جهزي، الظباط الجداد هينفخونا. لبسوا الزي العسكري بتاع الكلية بتاعتهم وقاموا جري وراحوا على الكلية. وأول ما دخلوا الكلية شافوا 3 أشخاص واقفين عند باب الكلية، وعرفوا إن هما الضباط الجداد.
فمكة قالت اهم يا بنات، انا عرفتهم. عايزه اقول لكم ان احنا هنتشاوي كده زي الفراخ. الله يبشرك بالخير يا شيخه، زي ما انت عماله تبشرينا كده. مدي يا اختي انت وهي بدل الرغي ده كله، لحسن ينفخونا بجد. مدوا بقى يلا. وصلوا قدام باب الكليه ولسه هيدخلوا، وقفهم مالك ووقفوا قدامهم هما التلاتة ومنعهم من الدخول. رايحه فين يا بنت منك ليها؟ اسم الكتيبه بتاعتكوا ايه؟ واسمكوا ايه؟ يلا. ايه؟ بت؟ ايه بت دي؟ ما تخليش اتغاب عليك ياض. وسع، وسع طريق. تتغابي على مين؟ وايه ياض دي؟ ده انا هنفخ عينك في التمرين. تمام. يخرب بيتك، والبيت اللي جنب بيتك هيطلعوا علينا في التدريب. اجري اجري امشي بقى. يخرب بيتك. انت مالك خايفه كده ليه؟ هو انت ناسيه ان احنا مثلث الشيطان ولا ايه؟ ما يقدروش يا حبيبتي علينا. اهدي انت بس، اخرسي بقى واسكتي شويه. يخرب بيتك، هيسمعونا وباقي الكتيبه هتسمعنا وهتبقى حكايتنا حكايه. اسكتي. واحنا مثلث الشيطان بس ما حدش يعرف حاجه، وعميد الكليه جايب دول مخصوص عشان يدربونا. اسكتي بقى. دخلوا البنات الكليه جري، والظباط دخلوا وراهم. واول ما دخلوا كل الطلبه اللي في الكتيبه وقفوا احترام ليهم. كتيبة مكونة من 6 شباب و6 بنات، يعني 12 شخص. فكل ضابط منهم هياخد 4 يدربهم وهو يبقى مسؤول عنهم، وانتوا قوانينهم. مبدئيا كده مفيش تأخير نهائي. الساعة 6 الصبح انتوا لازم تكونوا هنا بالساحة عشان التدريب، و7 بالليل يكون كله نايم. مكة وهي بتبرطم بالكلام بصوت واطي. 7 تاني يكون نايم. هو فاكرنا فراخ ولا ايه؟ ايه ده؟ هو انتي بتقولي حاجة يا أنسة؟ ما تسمعينا بتقولي ايه؟ لا لا لا، ما بقولش حاجة، ما بقولش حاجة، مركزة اهو، انا مركزة. متقلقش. طب يلا، كله يقوم يغير هدومه عشان هنبتدي التدريب. مستنيكم في الساحة، اجهزوا. فريق مالك كان مختار مكة، وطلب من فريقه ان هما يلفوا الساحة 15 مرة. فريق زيد كان مختار ليان، وده طلب من فريقه ان هما يعملوا ضغط 100 مرة خلال 30 ثانية، 30 دقيقة بس. اما فريق احمد فكان فيه هديل، وطلب منهم يضربوا بعض علشان يشوف مين الأقوى. في فريق مالك بدأت المجموعة كلها تجري ما عدا مكة، اللي كانت بتتمشى وبتتفرج على فريقها وهم عمالين يجروا موتين بعض من الجري، وهي كانت بكل هدوء بتجري بس. وأول ما لقت الفريق تعب وبدأ إن هو ما يكملش، بدأت هي تجري بأقصى سرعتها وتبطل تمشية لغاية ما غلبتهم كلهم وخلصت قبليهم، وقعدت على الكرسي وحطت رجل على رجل وهي بتتفرج على فريقها اللي مرمي في الأرض ولسه فاضل لفتين 3 ما عملوهوش. وباقي الفريق بصلها باستعجاب، هي ازاي قدرت تخلص كده بسرعة. أما عن مالك كان واقف بعيد بيبص لمكة ومعجب بذكائها، وازاي ما قدرتش ان هي تتعب نفسها وبسرعة قدرت ان هي تكسبهم. طلع صفارته وقعد يصفر لباقي الفريق عشان يقوم يجري، لكن خلاص كانوا تعبانين ومش قادرين يقوموا خالص من مكانهم. اما على فريق زيد فكان باقي الفريق قاعد بيعمل ضغط وكانوا خلاص مش قادرين، ايديهم مش شايلاهم. وليان كانت واقفة بتتفرج عليهم بكل هدوء، وبرضه ما عملتش اي حاجة وكانت واقفة بتتفرج بس. وزيد كان بيصفر لها لكن هي ولا هنا. وبعد ما نص الفريق وصل لنص الضغط وطت هي وعملت الضغط بتاعها بسرعة جدا، وقدرت ان هي تخلص قبليهم برضه، وراحت قعدت جنب مكة اللي كانت هدير كمان خلصت. وقاعدين هما التلاتة عقبال ما باقي الفرقة تخلص. عقبال ما خلصوا باقي الفرقة كانوا بصلهم باستعجاب، والبنات بصلها بغيرة وحقد. فهما ما كانوش فاهمين ازاي قدروا يخلصوا بسرعة كده، وازاي هما شطار بكده. والتلات ظباط كانوا واقفين بصلهم بإعجاب شديد، اللي معجب بذكائها واللي معجب بسرعتها. فضلوا على كده لغاية ما اداهم أمر تاني، وإن هما يقوموا يجروا كلهم مع بعضيهم ويلفوا الساحة كلها جري في جري. مثلث الشيطان ضحك والباقي بيعيط. قال له قوليلي، هو انت ازاي في أولى كلية وبتجري بالسرعة الرهيبة دي؟ يبقى انت أكيد ما سمعتش عن الكوبري والنسر والصقر. يا ابني ده احنا كنا بنتدرب من واحنا عندنا 6 سنين، ودول يعني 15 لفة، يعني حاجة بسيطة قوي بالنسبة لينا. وهو انت لسه شفت حاجة؟
طب كويس، امال مين بقى اللي كان بيدربكم على كده؟ احمد، ابن عمي واخو ليان، هو اللي كان بيدربنا من واحنا صغيرين، وكل حاجة كان بيدربها لنا كنا بنروح نلعبها وننفذها مع هديل. وفضل الحال كده لغاية ما حققنا حلمنا ودخلنا الكلية اللي احنا عاوزينها وبنحلم بيها، هنفضل مستمرين فيها ان شاء الله. وبعد ما خلصوا جري، احمد خد مكة وليان وهديل وركبهم معاه العربية، وصل كل واحدة على بيتها واطمن ان هي روحت. وبعدين خد ليان وروحوا بيتهم هم كمان. كل واحدة لما دخلت بيتها قعدت حكت لمامتها على تفاصيل يومها زي ما هما متعودين كل يوم يعملوا. وبعدين قاموا كملوا بقية يومهم واتغدوا وغسلوا مواعينهم. كل واحدة قعدت على السرير ما حستش بنفسها ونامت على طول من كتر التعب والتدريبات اللي هم عملوها. وظبطوا المنبهات وصحيوا قبل 5 الفجر. قاموا بسرعة رهيبة، وصلوا الجامعة قبل الساعة 6 الصبح وطلعوا على السطح، لبسوا ملابس التدريب بتاعتهم وقعدوا فوق يتدربوا لغاية ما باقي الكتيبة بتاعتهم جت الساعة 6. وباقي الكتيبة لاحظ ان البنات واقفين فوق السطح. سطح المبنى كان طوله حوالي 300 متر، يعني نطة منهم موتة. زمايلهم في الجامعة لما شافوهم بصولهم بكل برود، لان هما متعودين منهم على جيرانهم وعارفين مكة وجيرانها وبتعمل ايه، لكن ال3 ظباط ما كانوش متعودين على كده. احمد خاف عليهم، مسك مكبر الصوت وبدأ يقول لهم في قلب المكبر عشان يسمعوه: انزلي يا بنت انت وهي، انت يا مكة، انا عارفك يا مجنونة، انت اللي خليتي البنات يعملوا كده، انزلي منك ليها يا مكة، انت جننتي ليان معاكي يا مكة، حرام عليكم. بدأ احمد يتكلم في الميكروفون كتير عشان يسمعوه، لكن البنات كانوا بيطلعوا الكلام من هنا ويطلعوا من الناحية التانية، وكانوا عمالين بيضحكوا، واحمد والظباط مش فاهمين هما كانوا بيضحكوا على ايه اصلا. وفجأة وبدون مقدمات البنات نطوا من على السطح وهما التلاتة مع بعض. نطوا هما فاتحين المظلة وقعدوا يصوتوا، وكان واضح عليهم ان هما خايفين، لكن مكملين في اللي بيعملوه عادي جدا. هديل وهي بتصوت كانت بتقول: ابعد، ابعد يا كلب البحر يا اسمك تامر، اوعى يا واد من فوقيه، هنط على دماغك يخرب بيتك، وسع يا واد يا تامر. والياني وهي متعلقة على الشجرة: حد ينزلني، حد ينزلني، حرام عليكم، متعلقة هموت متعلقة. اما مكة بقى فكانت بتصوت وتقول يا ماما. وفجأة وقعت على الضابط مالك وخدته ووقعت في الأرض. مكة كانت واقعة فوق مالك بالظبط، وكانت باصة في عيونه الرمادي وسرحانة. وفجأة قامت وفقت لروحها وقامت وقالت له: بعتذر لك يا فندم، أنا آسفة. ويزيد نزل ليان من على الشجرة وساعتها أنا هتقف بعد ما وقعت، وقالت بكل جراءة: هو أنت ما تعرفش معنى الرجولة؟ لو كنت واقف تحت الشجرة كنت وقعت عليك انت يا مز يا جميل انت، يا بعيون ملونة انت يا جميل، يخرب بيت حلاوتك. طبعا كان الكلام في سرها وما قدرتش تقوله، وقالت له: شكرا يا فندم، انا اسفة. اما هديل كانت وقعت على الارض ورجليها اتلوت تحتيها وما كانتش قادرة تقوم خالص. تامر جري عليها وبدأ ان هو يقوم ويساعدها لغاية ما وقفت، لكن لاحظ ان احمد بيبصله وبيبصله بصات حادة شوية، فتامر خاف وبعد خطوتين عن هدير. وهدير وقفت لوحدها فما قدرتش، راحت واقعة في الأرض. اه يا جزمة، يا حرة الرجالة، ظهري اتقطم، لا هيتقطم ظهرك يا شيخ، تسيبني اقع كده على الأرض، يخرب بيتك. بس وهي بتتكلم لقت ايد ممدودة لها، كانت ايد أحمد، وشالها وساعدها وقعدها على الديسك. جريت مكة والريان وقعدوا جنبها وقعدوا يضحكوا بصوت عالي قوي وقالوا بنفس واحد: دي متعة محدش يعرفها إلا المجانين. صدقوك يا بنتي يا هديل، صدقوا ان رجلك اتلوت تحتيكي صح؟ اما انت يا بنت طلعتي سوسة. طبعا يا لطفي نفذت الجريمة بالحرف الواحد. ايه رأيك بقى فيا؟ قالوا نرجع نص ساعة لورا لما البنات كانوا واقفين فوق السطح. كتيبة جم وشافوهم وهم فوق السطح، ساعتها اتفقوا على: طبعا يا بنات احنا هنتعاقب، عايزة كل واحدة تاخد من الضابط الكارنيه اللي هتقع عليه، وانت يا ليان اقعي على الشجرة، وطبعا زيد هيركزك على الحصان الابيض، تاخدي الكارنيه من جيبه برضه. فاهميني يا بنات؟ وانت ايه يا اختي اللي مخليكي متأكدة كده؟ مفيش اصلا حصان ابيض في الكلية يا بنت، بقولك تخيلي. المهم عايزاكي لما ينقذك ولما يمشي اخبطي فيه وخدي الكارنيه من جيبه الشمال،
فهماني؟ اما انت بقى يا هدير حاولي تمثلي ان رجلك اتلوت، وطبعا احمد هيجي ينقذك، فبرضه تعملي نفس الحركه وتاخدي الكارنيه من جيبه. اوعوا تنسوا يا بنات، الكارنيه في الجيب الشمال. ثواني بس، وانتي ايه اللي خلاكي متاكده ان احمد هيجي ينقذني؟ مالكيش فيه، لما يسندك حاولي تاخدي الكارنيه بتاعه، اما انا بقى هنط فوق بالك وهحاول اخد الكارنيه بتاعه برضه. يلا يا بنات، جاهزين؟ افتحوا المظلات. كل واحده قعدت طلعت الكارنيه بتاعت الضابط اللي هي خدته منه، وقعدوا يضحكوا، وبعدين قاموا وطلبوا من الضباط ان هما يروحوا الحمام، لكن هما راحوا الباب الخلفي من الكليه، وادوا بتاع الامن الكارنيهات بتاعت الضباط، وطلبوا منه ان كل ضابط لما يجي يمشي يديله الكارنيه بتاعه ويقول لهم شكرا يا فندم على الكارنيه. بتاع الامن ما كانش فاهم حاجه، بس اخد منهم الكارنيهات واستنى الضباط لما جم يخرجوا، وادى كل ضابط الكارنيه بتاعه، واللي وقفوا في ذهول ومش فاهمين الكارنيه ده ازاي جه هنا. بتاع الامن ما توصاش، قال نفس الكلام بالحرف اللي البنات قالوه للضباط. اتضايقوا واتعكننوا، ومالك قال ازاي شويه بنات زي دول يضحكوا علينا، ازاي يسرقوا مني الكارنيه كده. كل واحده روحت على بيتها وهي بتتسحب، ودخلوا اوضهم على طول ما عدا هدير اللي باباها قفشها ومسكها من شعرها ونزل فيها ضرب. هي يا عيني كانت بتترعش، وقال لها بكل قاسية كنت فين يا بت؟ كنت فين يا بت كل ده يا بت؟ ادي خلفت البنات واللي عاوز يخلف بنات، عاوزة تجيبيلي العار يا بت؟ اعملي حسابك اول الشهر هتتجوزي ابن عمك، فاهمة يا بت؟ عشان يلمك بقى يا بت، عشان زهقت منك اصلا، فاهماني ولا افهمك بطريقتي؟ هدير هزت دماغها فقال لها فرحك على ابن عمك اول الشهر، اعملي حسابك يا حبيبتي، وقام سايبها وخرج بره. هدير كان جسمها كله بيتنفض، وهي اصلا كانت ضعيفة ورفيعة جدا، حطت دماغها على المخدة وهو بقها كله بيخر دم. كانت دموعها في عينيها وبتدعي ربنا بكل اللي في قلبها، وبتقول يا رب، يا رب بقى اهدي لابويا، يا رب انا تعبت بقى، يا رب اهديهولي بقى، يا رب يبعد عني بقى. اما كان احمد كان وصل للبيت، وكانت بقى مامة احمد حطت الاكل، وليان جت، واحمد وليان كانوا قاعدين بيبصوا لبعض بصات كلها غيظ وحقد، واحمد كان متضايق قوي، ومامته لاحظت الكلام ده. في ايه يا ولاد؟ مالكوا في ايه؟ هو كل واحد فيكم بيبص للتاني كأنه عايز يقوم يضربه او كأن في حاجة ما بينكم؟ ايه ده، في ايه؟ ما تردوا عليا. احمد كان لسه هيتكلم ويقول، لكن اليان قطعته وقالت يا ماما اصل انا حرقت له القميص بتاعه، القميص المفضل ده، فهو متضايق مني عشان كده، صح يا ابو حميد؟ احمد بصلها بصه، ليان خافت منها. يا ترى هيحصل ايه بكره في ليان؟ ويا ترى عقاب الثلاث بنات هيبقى ازاي؟ والظابط مالك هيعمل ايه في مكه؟ قولولي تحت بسرعه. قامت هديل تخبي الجروح اللي في وشها بالميك اب، وتحاول تهون على نفسها وتبطل دموع شويه. ولما بدأت تهدى شويه راحت عند باباها عشان تستأذن منه تروح تبات عند مكة اليوم ده زي ما كانوا متفقين مع بعضيهم. دي اللي عايشة مع باباها لوحدها بعد وفاة مامتها. ماشي يا ستي، هسيبك تروحي باتي عند مكة، بس تجيبيلي اللي انت عارفاه. يوه، تاني يا بابا تاني؟ انت مش هتبطل السم ده يا بابا؟ بطل بقى. اسمعي الكلام وانت ساكتة، الا هخليكي تقعدي من غير اكل اسبوع بحاله. حاضر، حاضر يا بابا، حاضر يا بابا هجيبه، بعد اذنك. ليان وهديل دخلوا عند مكة سلموا على مامتها، وبعدها دخلوا أوضة مكة، واللي مكة كانت واقفة في انتظارهم، وطلعت لهم بيجامات حلوة قوي عشان يلبسوها وتباتوا معاها. البنات غيروا هدومهم ولبسوا البيجامات وقعدوا مع مكة على الأرض، كانوا في قمة السعادة. بس فجأة مكة قامت وصوتت سويت هيستيري، والبنات اتخضوا. ايه في ايه؟ مالك يا مكة؟ ايه اللي حصل؟ ولا حاجة، بجرب صوتي بس، مفيش حاجة. البنات بصوا لبعض وقاموا فجأة يجروا ورا بكة في جميع أنحاء الأوضة، وبكة كانت عمالة تضحك وجريت منهم ونطت فوق الدولاب واستخبت منهم فوق الدولاب، وبصت لهم بغيظ وهي بتطلع لسانها وقالت لهم محدش يقدر يوصل لي، تمسكوني. يا بنت انزلي، انزلي، محدش هيعمل لك حاجة. انا عاوزة اقول لكم على حاجة. مكة عقلت شوية
ونزلت من فوق الدولاب وقعدت في النص ما بين البنات، وبهزار ضربت هدير على كتفها وقالت لها قولي يا حبيبتي، عاوزة تحكي ايه؟ كتفي، جسمي وجعني قوي. ايه، هو ضربك تاني؟ هدير فتحت في العياط وحاولت تغير الموضوع. هو صحيح يا ليان احمد عملك ايه؟ لا بقولك ايه، ما تحاوليش تغيري الموضوع وتوهيه. ضربني وعاوز يجوزني الشهر الجاي. مكة غالبا عينيها كانت بتتحول من اللون البني للون الأحمر من كتر ما هي متضايقة. البنات خافوا منها وبدأوا يبعدوا عنها. عينيها كانت بتطق شرار. هما عارفين ان مكة ما بتعرفش نفسها لما تكون متضايقة ومتعصبة. أي حاجة تتعلق بعيلتها بتبقى خط أحمر، وهدير بالنسبة لها من عيلتها. قامت مكة وبسرعة غيرت هدومها وخدت عصاية كبيرة وراحت تحت بيت هديل ووقفت من تحت البلكونة. انزلي انت يا اللي اسمك ياسر، انزلي تحت، انا هوريك، والله لو اوريك. ليلتك سودا، ليلتك سودا معايا يا ياسر. طلعت فوق وكسرت الباب بتاع الشقة بتاع هدير ودخلت جري. لقت ياسر واقف وكان في ايده التليفون بيحاول يكلم البوليس. لما شافها وقع التليفون. دي كدابة، انا ما عملتلهاش حاجة. انا قولي بقى، انهي ايد فيهم اللي ضربت هدير، دي ولا دي؟ اعتقد الشمال دي. استنى بقى بكسرها لك. ياسر كان بيصوت ولسه مكة بتضرب فيه، لقيت صوت ضرب نار. سيبيلي انا الطلعة دي بقى يا بنت عمي، اركني انتي على جنب كده. كويس انك جيت في وقتك المناسب، انا كنت تعبت من كتر الضرب. كمل انت. مكة قعدت على الكرسي وحطت رجل على رجل وبقت تتفرج عليه واحمد بيضربه. بصلها احمد وقال لها قولي لي يا مكة، وقفتي فين بالظبط؟ انا واقفة عند ايده اليمين يا حبيبي، سيبك من الشمال خلاص خلصتها. مسك احمد ياسر ونزل عليه بالضرب، وياسر كان بيصوت صوت هستيري. بعد كسر دراعه اليمين قعد في الارض. ايه في ايه مالك؟ انت مالك خرع كده ليه؟ ده مجرد كسر عادي. انا جاتني فكرة يا احمد، ايه رأيك نكسر رجله الاتنين كمان من النص يا بنت عمي؟ انا رجل وانت رجل. لطفي ديل يا لطفي ولا ايه؟ ديل يا حمادة معاك. وفجأة سمعوا صوت جاي من بره. لا لا لا، مش ديل خالص، انا عليا انا الطلعة دي، انا عاوز اكسر رجله اليمين. مكة بصت لها وبعناد اكتر وقالت لها لا 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 لا، سيبيلي انا رجله اليمين بعد اذنك، انا اللي بادئه فيه. حرام عليكم، ايه في ايه؟ انتوا هتتقاسموا عليا انتوا الاتنين ولا ايه؟ قول لي يا احمد، هو فاضل كام يوم على بداية الشهر الجديد؟ فاضل 3 اسابيع بالظبط يا مكة. طب يا ياسر بقى، كمان مش هتجوز هدير لابن عمها، فاهم ولا مش فاهم؟ مش هتشوف هديل تاني اصلا، ولو شميت خبر بس انك اتعرضت لها هجيلك تاني. خلاص خلاص، فاهم فاهم. يا احمد بعد اذنك، انا وليان هنخش ناخد اغراض هديل كلها وبعدين نمشي. دخلت مكة وليان يلموا كل حاجة متعلقة بهديل خالص في الأوضة. كانوا سامعين صوت ياسر بيصوت بره. مكة بصت ليان بخبث وبدأوا يجمعوا كل حاجة، حتى الشوزات والورق وكل حاجة تتعلق بهدير علشان ما ترجعش تقعد مع ياسر تاني ويعمل فيها أي حاجة وحشة. وبعدها روحوا عند شقة مكة، وأول ما دخلوا الأوضة على هدير اللي كانوا قافلين عليها بالمفتاح عشان ما تجيش وراهم، لقوها فاتحة علب شوكولاتة كتير وقعدت تاكلها. خيانة، بتخونينا يا هدير. ودخلوا قعدوا جنبها على السرير وقعدوا ياكلوا من حاجة حلوة. قال صحيح يا هدير، قوليلي عاملة ايه البت فراولة؟ فراولة بتجهز لعيد ميلادها وعايزة تجيب تورتة بالتوت علشان عاوزة تاكل توت وملقتش فجابت جاتوه. قعدوا يسمعوا لها للصبح. هما كانوا بيحاولوا يخففوا عنها ويلهوها بالكلام ويخلوها ما تفتكرش اللي حصل. وبعد كده ناموا. والصبح لما طلع عليهم سمعوا دوشة جامدة. مكة قلقت من نومها. الصوت ده كان جاي من الشقة اللي في وشها. قامت وهي مغمضة عينه ومفتحة عينه ومش قادرة تشوف قدامها. فتحت باب الشقة
هو انت رجعت يا اللي اسمك زلطة تاني؟ هو انت عايزني افتح لك دماغك يا كلب البحر تاني؟ كلب البحر؟ تقصديني انا بكلب البحر ده؟ مكة مش مصدقة نفسها، بدأت تغمض عينها وتفتح عينها وحسب جرد المية نزل على دماغها، وبتقول في نفسها ايه اللي جابه هنا ده؟ انت بتعمل ايه هنا؟ معلش عايزة اعرف. انا ساكن في الشقة اللي في وشك دي، هي دي. مكة من الصدمة فتحت بقها وفضلت واقفة ساكتة. لا اقفلي بقك ده شوية بدل ما حشرة تخش جوه بقك وانتي فاتحاه كده كده. عارف انك مصدومة ان انتي هتستبحي كل يوم بوشي ده، وش اللي زي العسل. ايه الثقة دي يا كابتن؟ انت هنا مجرد جار لينا، وشخص عادي جدا خلقه ربنا زي بقية الخلق دي كلهم. اما في الكلية هتبقى حاضرة المقدم، فاهم يا استاذ مالك؟ وفجأة افتكرت ان هي واقفة قدامه بالبيجامة، وعينيها مش غسلاها، وشعرها منكوش، فاتكسفت جدا ودخلت تجري على جوه ورزعت الباب في وش مالك، واللي واقف مصدوم. ازاي تقفل الباب في وشه؟ انت يا بنت المجانين، انت بتقفلي الباب في وشي انا بتقفلي الباب في وشي؟ والله لو اوريكي، والله لو اوريكي يا مكة. الحقوا يا بنات، الحقوا يا بنات، كارثة كارثة، هنروح في داهية. في ايه يا بنتي؟ ما تنطقي، ايه اللي حصل؟ مفيش حاجة يا اختي، بس مالك وزيد سكنوا في الشقة اللي قدامنا دي على طول. يا لهوي يا لهوي، هنتكسر، اسمها هنتكسح، هنتعاقب، لا هنموت هنموت خالص. ده كل اللي هممكم؟ احنا هنصطبح في الكلية بيهم وهنتمسك في العمارة يا اختي انت وهي. صباح الخير يا بنات، يلا حضرتلكم الفطار، تعالوا عشان تلحقوا الكلية. قامت كل واحدة من البنات وقعدوا يفطروا، وبعدها كل واحدة خدت الشاور بتاعها ولبسوا لبس الكلية بتاعتهم ونزلوا في الشارع، وكانوا باصين على البحر زي الأطفال بابتسامة رقيقة. وكل واحدة فيها عدت على السوبر ماركت، جابت حاجة حلوة من اللي هي بتحبها، رصاصة على غزل البنات على بسكويت. وبعد يوم طويل والبنات وهي مروحين على بيتهم لاحظوا ان في 3 ولاد ماشيين وراهم، وبدأوا الولاد يعكسوا فيهم، والبنات بدأت تتضايق، زودوا سرعتهم. الولاد برضو بقوا لسه بيعكسوهم وماشيين وراهم. وجي ولد اللي كان ماشي ورا مكة وقام قايلها: ما تيجي يا مز، انت يا مز، ما تيجي نيجي نلعب سوا بلبسك ده. والتاني: ما تقوليلي اسمك ايه يا جميل، يا موزة الموزة زينتي، اسمك بس يا موزة، مش عايز غيره. والتالت كان لسه هيمسك ايد ليان، لكن ليان حست، ووقفوا ال3 وبصوا لبعض بصة كلها خبث، ولفوا لوشهم للشباب، وكل واحدة اختارت لها واحد ونزلوا فيهم ضرب لحد ما كسحتهم ورموهم في الأرض. غالبا ما كانش ضرب، دي كانت حلبة مصارعة، وكل واحدة فيهم بتشوف مين الأقوى. الرجالة اتخرشمت ووقعوا في الأرض ومش عارفين حتى يقوموا من مكانهم. مكة قالت لهم: بقول لكم ايه يا بنات، ايه رأيكم ناخدهم لدكتور أحمد؟ غمزوا لبعض البنات: ها، قولي رأيكم ناخدهم لدكتور؟ اه طبعا هناخدهم أكيد، بس هناخدهم ازاي؟ دول تقال قوي. مش هناخدهم، لا، ده الدكتور هو اللي هيجي لغايه هنا. انا عايزه اقول لكم ان انا اتصلت بيه، هو فتح على طول بقى، وفتحت السبيكر وعرف كل حاجه. اه يا بنت اللذينه، بتكلمي ليه؟ شويه وكان وصل احمد ولقى الشباب مرميه في الارض والبنات واقفين قدامهم مستنيين. وجي احمد عشان يعالج المصابين، لكن غالبا موت المصابين مش عالجهم، وكان متصل بالبوليس، وجه البوليس وخدهم. وقف احمد وقال للبنات: يلا يا اختي انت وهي، امشي يا مصيبه منك ليها قدامي، يلا على البيت. خد احمد البنات وراح على البيت في فيلا مكان تاني ما نعرفوش. كانت قاعده واحده وماسكه صوره بنتين في ايديها وسرحانه فيهم على الاخر. صوره البنتين تقريبا عندهم يجي 26 سنه، كانوا مبتسمين في الصوره جدا. بصت الست في الصوره وقالت: اه، فينك، فينك بس يا مها، فينك، انا لازم الاقيك يا مها. دخلت عليها الخدامة وكان معاها كوباية قهوة. القهوة هي ست هانم زي ما طلبتي. طيب طيب شكرا، تقدري تحطيها وتمشي، تعبتك. وبعدها رجعت بصت في الصورة تاني، ورجعت تاني واتكلمت نفسها وقالت: يا مها، لازم اقابلك واديك الامانة اللي ابويا سايبها لك، لازم.
لازم اوصل الامانة قبل ما انا كمان اموت. اما في بيت مكة كانت مامة مكة خلاص حضرت العشاء، وكانت عاملة اكل كتير، ومن ضمن الاكل في 3 اطباق زيادة عن عددهم. فمكة كانت مستغربة الأطباق دي لمين. كمان كانت شايفة مامتها متحمسة للأكل وعمالة بتعمله. فمكة حست إن في ضيوف جايين على العشاء، فحبت تسأل مامتها: ماما، هو في أطباق زيادة دي بتاعت مين؟ هو بيت عم يوسف هيجوا يتعشوا معانا؟ لا لا، مش بيت عمك يوسف، لا، ده أنا عزمت مالك وأحمد وزيد على العشاء. رحب بيهم، مش بقوا جيراننا الجداد اللي ساكنين قدامنا؟ مش هي دي الأصول ولا إيه؟ الأصول جدعة. اجري بقى روحي ادهيهم يا مكة، وقول لهم ان العشاء جاهز، وخليهم ما يتأخروش. وليان هتروح تنادي أحمد. ايه أنا؟ لا، بلاش أنا. هو ايه اللي بقى؟ اجري واسمعي الكلام. كان أحمد لسه خارج من الحمام، ويدوبك لقى الباب بيرن. وقف وقال لي: يزيد، يزيد، تعالى يا يزيد افتح الباب، اجري تعالى. لا يا عم، انا ما صدقت تخرج من الحمام، عاوز ادخل الحمام، افتح انت الباب. فمالك راح يفتح الباب، نسي خالص ان هو ما كملش لبسه، وكان واقف قدام مكة ببنطلون البيجامه. مكة اتخضت وصوتت ولفت وشها لورا. في ايه مالك؟ ايه بتصوتي كده ليه؟ في ايه؟ طب ما تخبي نفسك ولا البس حاجه يا اخي. استر نفسك. صح، معاكي حق، ثواني. دخل مالك جوه، لبس تيشيرت اسود برضو كان مبين عضلاته، وطلع وقف قدام مكة. واللي مكة قالت في سرها: يخرب بيت حلاوتك يا اخي. يوه، خليك تاخد سيئة يا كلب البحر انت. خير، كنت عاوزة ايه؟ مش انا اللي عاوزة، ماما بتقول لكم ان هي عازماكوا على العشاء والاكل جاهز وهي حضرت السفرة. طب دقيقتين وجاي وراكي، حاضر. السفرة جهزت، وكل الابطال قعدوا على السفرة وبدأوا يتعشوا مع بعض، وفي هدوء تام بعيدا عن المغامرات. والبنات كانوا قاعدين مؤدبين وهادين جدا. وبعد الأكل غسلوا الأطباق ودخلوا على أوضتهم وما قعدوش معاهم. أما الولاد بعد الأكل قعدوا مع أبو مكة في الصالة يتكلموا شوية مع بعضيهم. البنات في أوضتهم فاتحين فيلم كرتون، ولا يكون عمرهم 5 6 سنين، وقاعدين بيتفرجوا عليه. وفجأة البطل في الكرتون مات. فمكة قعدت تعيط هي والبنات: بنتي يا هديل، اديني مطرمان النوتيلا من تحتيكي يا بنت، هاتي من تحت السرير. احمد، محتاج اغسل ايدي. هو الحمام منين؟ بص، امشي كده هتلاقي طرقة طويلة، اخر الطرقة هتلاقي على ايدك الشمال. مالك قام اتحرك ومشي على وصف احمد بالظبط، وفتح الباب ولقاها اوضة البنات. واستغرب ان البنات كانوا ساعتها بيلعبوا ورابطين عين مكة، ومكة بتلف في الأوضة كلها، ومكة بتقول: والله اللي هقفشها هديها حتة قلم على الدخة دي. وفجأة نزلت بالقلم ده على وش مالك، واللي عينه كانت بتطق شرار من كتر ما هو اتضايق. مكة شالت الرباط من على عينيها واتفاجئت بيه. والبنات واقفين فوق السرير بصيله: ايه ده؟ انا هتعمل شاورما. شاورما ايه؟ فراخ محمرة. ده هيطلع عين امي بكره في التمرين. الواد خد قلم على وشه وما نطقش، وعينه احمرت، والغضب بيدق كده من عينه. انا خايفه قوي يا بنات، هيعمل فيا ايه بكره؟ يا بنتي بكره اجازه اصلا، ولسه معانا لنهايه الاسبوع. هدي نفسك كده ورخي جسمك علشان تستحملي في التمرين اللي هيحصل لك بعد كده. يخرب بيتك، هو انت كده بتطمنيني يعني؟ انا كده المفروض اطمن؟ امال طبعا بهديكي، اهدي بس. يلا بقى، الساعه بقت 12، انا عاوزه انام. اطفي النور، خلينا ننام بقى، يلا. كفايه كده النهارده، مش هطفي النور. اطفي النور يا بنت يا ليان انتي، اطفي النور يلا. واشمعنى يعني اللي تطفي النور؟ مش هطفي النور انا كمان، اطفيه انت يا مكة. وانت مش هتبطلي الحركات دي يا ليان؟ انت اللي واقفة جنب النور، انت اللي تطفيه. مش طافيه، اطفيه انت. واكيد طبعا محدش فيهم قفل النور. التلاتة اعند من بعض وناموا على هذا الوضع لغاية ما النور صبح لوحده. وقامت مكة ونطت من فوق السرير، خرجت بره مكة، لقت الفطار متحضر على الترابيزة وجنبيه ورقة كانت مامتها سايباها، وكاتبة فيها ان هي سافرت عند اختها في اسكندرية عشان مريضة. وقالت لها: يا مكة، يا ريت لما ارجع ملقكيش عاملة زي المرة اللي فاتت وموقفة شباب المنطقة على رجل واحدة.
فمكة ضحكت وقالت حاضر يا ماما، اكيد لما ترجعي هتلاقيني موقفه المره دي شباب المنطقه على ايديهم بقى مش على رجليهم. عيني يا ماما حاضر. يا بنات، يلا يا بنات اصحوا، عندنا مهمه صعبه. اصحوا يا بنات، يلا قوموا. لبسوا التيشيرتات السوداء ونزلوا تحت. يلا يا بنات زي ما اتفقنا، اجروا بسرعه من هنا ومن هنا تجمعهم لي على طول. حطت مكة كرسي في نص الشارع وقامت قاعده وندهت على سيف وخلته يجيلها. يلا يا سيف، احكي لي بقى الاوضاع اللي في الحاره ايه، انا بقالي كتير منشغله في الكليه وما اعرفش حاجه عنكم. يلا من غير كده. العم شعبان ابنه اتهجم عليه، ضربه بالسكينه. ايه ده؟ ازاي؟ وعم شعبان حصل له حاجه؟ ازاي بس يحصل كده وانا ما اعرفش ايه اللي حصل له؟ ما حصلش حاجه، هو دلوقتي قاعد في البيت مريح شويه علشان الجرح ما يفتحش. الحمد لله جت سليمه على قد كده. هو كويس بخير بخير. قول لي بس، الواد المجنون ده ليه ضربه بالسكينه؟ ايه السبب يعني اللي يخليه يعمل كده؟ هو تقريبا كان عاوز مخدرات يا ريسة. مخدرات؟ انا برضو قلت كده. طب في حاجة حصلت تاني؟ من يومين يا ريسة كان في واحد كده حاطط زي حاجة على وشه وكان واقف باصص على العمارة بتاعتكو وكان مركز فيها، واول ما مسكته راح جري ووقع منه الاسورة دي. اتفضلي يا ريسة اهي. في نفس التوقيت ده كان الشباب صاحيين من بدري وكانوا لابسين هدومهم ونازلين بيجروا على البحر. كان نوع من انواع الرياضة زي ما هم متعودين. واول ما وصلوا الحاره لقوا الحاره مقلوبه، ما كانوش فاهمين في ايه. مالك وزيد ما كانوش فاهمين، لكن احمد كان متعود على جنان البنات. وقف احمد وقال مكة يا بنت اللذينه انت يا بت، وجري احمد عليهم والشباب التانيين جري وراهم. لقوا البنات موقعين بلطجيه في الارض ونازلين فيهم ضرب ومعلمينهم الادب. وقفوا باستغراب وبيبصوا لهم. ايه ده؟ بتضربيهم من غير يا مكة؟ ينفع كده؟ ماشي يا كلبة البحر انت. ايه يا حمودي في ايه؟ ما هدي الوليات كانوا معايا، ما تزودهاش بقى، كنتش لوحدي اهو. مالك كان مستغرب. وقف الحاج صبحي وكان حابب يسأله ايه اللي بيحصل في الحارة بالظبط. فسأله قال له هو ايه اللي بيحصل بالظبط، ممكن تفهمني؟ لا يا باشا عادي يعني، ده التمرين الشهري، احنا متعودين على الوضع ده، يعني قعدة تدوير كده للشباب المنطقة، دول بلطجية ولازم يتضربوا. احمد طلع البنات في البلكونة فوق وقال لهم اطلعوا يتفرجوا من فوق وانا هكمل هنا تحت. كل بنات المنطقة خرجوا يتفرجوا هم كمان من البلكونات. لما شافوا مالك وزيد واحمد فرحوا قوي وكانوا بيبصوا عليهم منتهى الاعجاب. والبنات هم كمان كانوا متضايقين لما لاحظوا ان البنات بتبص وبتضحك. اما صحيح في ناس متهزقين وكرامتهم في الارض اهو بيتضربوا، وفي ناس كتير عايزه تخزق عينيهم. يلا يا حبيبتي منك ليها، كل واحده تشوف لها شغلانه في شقتها وتخش يلا وتقفل البلكونه وراها. اتجزوا، بيتك بيتك. بنات كتير حست الكلام عليهم فدخلوا وقفلوا البلكونات ما عدا 2 في البلكونه اللي تحت مكة على طول. كان جايلهم الجراءة وواقفين بيتفرجوا ومحلقين على الشباب ولا هممهم حاجة. فمكة لاحظت وفي ثانية كانت نازلة من البلكونة بتاعتها على البلكونة بتاعت البنات ونزلت عندهم. في ايه يا حبيبتي؟ بالكم انتوا الاتنين بتبصوا على ايه كده؟ بتبص على الشابين الامارات اللي واقفين هناك. قول صحيح سمعنا ان هم ساكنين في الشقة اللي قدامك على طول. انتي ممكن تجيبي لنا الارقام بتاعتهم وانا مش هنسالك المعروف ده يا مكة. ادخلوا جوه، ادخلوا. البنات خافوا من مكة وعصبيتها وعينيها اللي طاقة شرار ودخلوا على جوه بسرعة وقفلوا البلكونة وراهم. أما مكة فنزلت برضه من البلكونة على الشارع تحت وكانت هتقع على ظهرها لولا ان حد مسكها، وكان مالك شالها بايده. سيبني يا كلب يا جزمة، انت ازاي تشيلني بالطريقة دي؟ ايه ده انت مش شايف؟ وفجأة ساب ايده فوقعت مكة في الارض ومسكت ظهرها. يا ظهري يا جزمة، هو انا قلت لك سيبني ولا قلت لك ارميني على الارض؟ ظهري بقى انا ابقى جزمة؟ يعني انت سبت كلب ومسكت في جزمة؟ طب انا قلت يا كلب برضه. بصي انا هغمض عيني وهفتحها، اللي لقيتك قدامي مش هيهمني انت بنت ولا ولد ومش عارف اعمل فيكي ايه. طيران هوا يا باشا هوا. وجريت مكة من قدامه. بقى انا بيرميني على الارض كده؟ ماشي، فلتبدأ المعركة بقى، فلتبدأ المعركة. هيا بنا يا شباب. في التوقيت ده مالك فارد ظهره على السرير صاحي بس بيحاول يستجيب شوية. وكان زيد نزل يجيب حاجات من السوبر ماركت
ولسه يا دوبك قافل الباب وراه لقى الباب بيخبط. فمالك فتح عينه وقال اكيد زيد الناس ياخد الفلوس زي كل مره. الله يسامحك يا زيد. وقام عشان يفتح الباب بتاع الشقه، واول ما فتح الباب وخط خطوه قدام وقع على الارض ولقى حاجه محطوطه زي ما يكون زيت. هو ما كانش عارف يقوم تاني وفضل يقوم ويقع على الارض. لو رجعنا فلاش باك لورا شويه، كانت مكة بتفكر ازاي ترد الملك الوقعه بتاعت اللي هو وقعها لها الصبح. فجاه فكرت في الزيت ودخلت المطبخ، خدت ازازه الزيت جري وراحت خارجه ورشها على الباب بتاع مالك وعلى الارض، ورنت الجرس وطلعت تجري. ولما قام مالك ويفتح الباب، اول ما خرج بره ووقع على الارض. مالك لما عرف يقوم من على الارض قعد يفكر وقال اكيد مكة هي اللي عاملاها. فجاب الكاتشب وغرق نفسه بيه ورجع تاني نام على الارض، وفضل يعلي في صوته ويصوت بصوت عالي علشان مكة تسمعه. اما بقى اما كانت مكة كانت راجعة وكانت فاتحة التلفزيون وقاعدة بتتفرج على التلفزيون ولا كأنها عملت حاجة، بس لما سمعت صوت سويت مالك خرجت بره وبصت من العين السحرية. ولما شافت مالك مرمي في الأرض اتصلت بالإسعاف على طول وخرجت تجري، قعدت جنبه وهي بتعيط. كانت بتقول لو النبي ما تسيبناش، والله العظيم انا كنت بهزر، ما كانش قصدي اي حاجة، انا ما كانش قصدي افتح لك دماغك كده. كان زيد في نفس التوقيت رجع وكان واقف بيتفرج. ايه بالك في ايه؟ من الواد زي الفل اهو، الواد حي يرزق، ده مجرد كاتشب. هو انت مش واخده بالك ولا ايه؟ كاتشب ايه دي؟ في ايه؟ يا ابن كاتشب بتخمني بكاتشب؟ اهدي كده، ده انا مسجل اعترافك كله. انت اللي دلقتي الزيت قدام باب الشقه عشان توقعيني وتموتيني. ماشي يا مالك، مردودالك، حاضر.